السلام عليكم. عاملين ايه؟ كويسين يا رب كلكم تكونوا بخير وسعادة. انا بس نفسي اسأل بعض الناس اللي بتهتم قوي بتفاصيل غيرها، بتهتم قوي قوي تعرف كل حاجة عن غيرها حتى لو الحاجة دي ما تخصهاش. يعني مين اتطلق ليه، مين اتجوز ليه، اللي اختارت خطيبها اختارته على انهي اساس. عايزين جدا يعرفوا حاجات هي ما تهمهمش اذا عرفوها او ما عرفوهاش. ارجوكم كل واحد من حقه يملك خصوصية نفسه ويحكي لك ويقول لك والله انا عايز افضفض معاك وعايز اخد رأيك. خلاص يبقى تمام، هو بيحكي، هو عايز يقول وعايز ياخد رأيك. فانت ارجوكم بلاش نحاول نفتش في اسرار غيرنا، بلاش نحاول نفشي كمان اسرار غيرنا. منك اسرارك وبتعرف منك حاجاتك بتروح كمان تحكيها لغيرك وبتاخد رأي غيرك وكأنك مشاع بالنسبة له. يا ريت محدش فينا اما يعرف سر حد يروح يقوله. بلاش نخلي الناس اللي نعرفهم على مائدة حواراتنا دايما. خلينا نحترم خصوصيات بعض، خلينا نحترم رغبتنا في ان احنا نداري على امورنا. خلينا دايما كده ظهر بعض وسند بعض من غير ما نجرح بعض. خليني اجي اقول لك، خليك تعرف اللي انا عايز اقوله واللي انا شايف انه ما يجرحنيش وما يضايقني. تعالوا نحافظ على بعض، تعالوا نحافظ على اسرار بعض، تعالوا ندي كل واحد فينا فرصته بانه يحافظ على مساحته الخاصة. بحبكم وبحب كل الناس الجميلة اللي بتحب بعض وبتسند بعض وبتساعد بعض من غير ما تقتحم الخصوصية. اشوفكم بخير دايما، اشوفكم بتحافظوا على غيركم دايما، اشوفكم ما بتفشوش اسرار غيركم ابدا. الحقيقة يعني انا بجد بشكر كل الناس اللي بتحافظ على خصوصيات غيرها وبشكر كل الناس اللي بتحافظ على اسرار غيرها.